السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في زمن كثرت فيه الأقنعة يبقى الصدق عملة نادرة، لكنه الأغلى قيمة والأثمن أثرا. الصدق ليس مجرد خلق حسن، بل هو أساس الأمان والثقة ولبنة في بناء مجتمع سليم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق لا يزين اللسان فحسب، بل يطهر القلب ويهدي إلى البر ويقود إلى الجنة. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه البخاري ومسلم. وفي المقابل الكذب، وإن بدا طريقا سهلا إلا أن عاقبته وخيمة، يكسر الثقة ويهدم العلاقات ويقود إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق لا يعني أن تقول كل شيء، بل أن تقول الحق وتمتنع عن الباطل. الصادق محبوب حتى في شدته، والكاذب مرفوض حتى وإن زين كلماته. فلنجعل من الصدق طريقا لحياتنا، وسلوكا لألسنتنا، ودعاء دائما على أفواهنا. قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. كونوا صادقين وكونوا نورا في هذا العالم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ومشاركة هذه الرسالة، فرب كلمة صادقة تحيي قلبا. دمتم بخير ودمتم صادقين.